السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غادي نخدموا مع بعضياتنا هذا البلاطو اللي غادي يكون متنوع فيه مملحات اللي بحشوات زوينين وبنان ومختلفين. كيف ما طلبتوهم هكا لشهر رمضان كتحضيرات مسبقه، اولا البنات اللي بغيو يخدموا على ريوسهم في شهر رمضان وشعبان هكا تيبغيو مملحات اللي مختلفين باش ينوعوا في البلاطويات نتاعهم. غادي نعطيكم الاثمنه كيف ما عودتكم دائما البنات اللي تيبغيو ياخذوا لي كوموند. غادي نعطيكم طريقه الاحتفاظ في المجمد بالنسبه للبنات اللي يبغيو يصايبوا هكا تحضيرات مسبقه لرمضان. غادي يكونوا في الفيديو بزاف نتاع الاسرار كيف ما عودتكم دائما البنات. غير ما تنساوش تدعموني بلايك، بارطاج الفيديو، بارطاجيه مع صحابات كاملين اللي في الواتساب وفي الميسنجر، وحطوا لي تعليق هكا باش يقترح اليوتيوب الفيديو نتاعي. فاول حاجه بالنسبه للمملحه الاولى تنحتاجوا البصله مشلضه رقيقه، تنضيف عليها ضريس نتاع الثومه وزويته ومليحه وتنشحرها فوق البوطه. منين تتشحر ديك البصله والثومه تنضيف عليها علبه صغيره نتاع الفطر، تنشحرها مع واحد شويه. من بعد تنعاود نضيف طريف نتاع الحوت، هكا واحد الطريف نتاع الحوت، ممكن يكون بقى عليكم من شي حوت هكا طيبتوه يكون، المهم يكون حوت بيض او لا حوت بيض خضر. تضيفوه المهم على البصله والثومه والفطر. المهم الطريف نتاع الحوت يكون بيض وشويه نتاع الكروفيت، تقريبا واحد الحفنه نتاع الكروفيت. تنشحروا كلشي فوق البوطه. من بعد تنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل تنحتاج الابزار، شويه نتاع صلصه الصوجا، تنحتاج التوابل السمك والسودانيه والثوم بودر. صافي هادو هما التوابل البنات. تنشحر كلشي مع بعضياتو غير واحد شويه. الحوت راه دغيا تيطيب البنات، الكروفيت دغيا تيطيب، تنجيوهم ونجيبوهم شويه فوق البوطه. تنضيفوا لهم هادوك التوابل اللي قلت لكم، البزار، الثوم بودر، الصوجا، توابل السمك والسودانيه. وتنضيف واحد جوج قطع نتاع الفرماج مثلث حتى لثلاثه. بغيتو تضيفوا الفرماج حمر محكوك اولا الفرماج نتاع الموتزاريلا ضيفوه. انا درت غير الفرماج مثلث هكا باش تيعلك لينا الحشوه. وغادي ندوزو نجيبو هنايا غادي ندوزو نجيبو الكنافه. انا تنحتفظ بها في المجمد، تنشراها وتنحتفظ بها في المجمد البنات. منين تنبغيها راه تنجبدها تنخليها حتى تطلق، تنحاول نوزع دوك الخيوط نتاوعها هكا ونقسمهم. وتندير لها، غادي نقول لكم اشنو تندير لها. انا بالنسبه منين خديتها، هذا هو المحل منين خديتها، غادي نحط لكم الرقم نتاعو في اسفل الفيديو البنات. بالنسبه للبنات اللي بغيو ياخذوها هكا من مراكش راه متوفره الصراحه. المهم تناخد كميه منها، تنضيف عليها شويه نتاع الزيت النباتيه، تنضيف عليها شويه نتاع توابل السمك وشويه الملحه وشويه الثوم بودر باش هكا تجينا بنينه. البسبوسه نتاعتنا تجينا بنينه، حيت تكون هكا بحال عجينه البنات، ما فيه حتى شي مذاق باش نبننوها مزيان. صافي تنديروا كميه من الزيت، تنخلطوا كلشي مع بعضياتو. في نفس الوقت هذوك توابل السمك تعطوها اللون. ممكن تضيفوا حتى السودانيه كتعطيكم ليها لوين زوين ومذاق زوين. صافي نجيب هنايا المولات نتاع الكاب كيك. بيتو تخدموها في هاد المولات خدموها اي مولات، المهم نتوما عندكم هكا البنات خدموا فيهم اي مولات، ما تقيدوش بهذا الشيء. انا فاش خدمت المهم هي الفكره، بيتو تخدموهم كي بسيطلات هكا يكونوا في دوك القوالب المدورين هكا اللي تيكونوا الاطارات المدورين خدموها. المهم خدموها فاش ما بغيتو. صافي تنجيب ديك الكنافه وتنبدا تندير بحال عشيشات، تنعمر الوسط نتاع المول والجناب وتنضغط عليه مزيان باش تاخذ ليا ديك الفورمه نتاع المول نتاعي. تنضغط مزيان من الجوانب ومن الوسط وانا تنعمر. صافي من بعد تنجيبوا الحشوه تنحطوها في الوسط. بغيتو تضيفوا لها شويه الفرماج محكوك حمر اولا موتزاريلا من غير الحشوه، من غير الفرماج اللي درنا في الحشوه ضيفوه. بغيتو تكتفيو غير بداكشي اللي في الحشوه اكتفيو به، الصراحه تجي بنينه. حشوه اللي زوينه البنات وسهله هكا وخفيفه. صافي تنعمر مزيان وتنضغط، تنسد عليها بالكنافه وتنضغط مزيان باش تاخذوا ليا الشكل نتاع المول نتاعي. وتتجمع ديك الكنافه مزيان وتتجي مسيتفه وزوينه.
بالنسبه لطريقه الطهي تاع البنات، راه تنسخنوا الفران مزيان حتى تيسخن، تندخلوها تنديروها على عافيه مهيله باش تطيب على خاطرها وتتقرمش لينا ديك الورقه ديك الورقه تتقرمش لينا داك العجين تاع الكنافه البنات، وتيجي زوين الصراحه باش يتقرمش مزيان. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم في المجمد، راه منين تنعمروا القوالب البنات هكا، منين تنعمروهم بالكنافه وتنضغطوا عليها وتتشد لينا الفورمان تاع المول، تنزولوهم تنديروهم في واحد البلاطو وتندخلوهم للمجمد حتى تيجمدوا، وتنجمعوهم في شي بواطه اولا في البلاستيكات اللي خاصين هكا بالكونجيلاتور، وتنخليوهم. منين تنبغيوهم راه تنجبدوهم مباشره. هانتوما شوفوا كيفاش هكا تنحتفظوا بهم في البلاطو بهذا الشكل هذا، تنحيدوا المولات. منين تنبغيو نطيبوهم راه مباشره من المجمد للفران. صافي هادو هما المملحه تاعتنا الاولى. غادي ندوزو للمملحه الثانيه اللي تنحتاجو فيها 400 غرام بطاطا مسلوقه بالملحه ومنقيه ومعوسه. تنحتاجو ليها السوريمي مقطع رقيق، هذا هو السوريمي البنات، تنحتاج منه تقريبا واحد 150 غرام. هذا راه تيتباع في مرجان، تيتباع في المحلات الكبرى بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش. تناخذ واحد علبه نتاع الطون بالزيت نتاعها تنضيفها. تناخذ واحد 150 غرام تاع الفرماج محكوك تنضيفها، يكون حمر اولا مخلط بالموتزاريلا والفرماج حمر. تندير الكمون في التوابل، شويه نتاع البزار، بزاف نتاع السودانيه، وبزاف نتاع الثوم بودر باش تعطينا مذاق زوين، والملحه باش تنصحوا الذوق. 2 المعالق نتاع المعدنوس يكون مقطع رقيق حتى ل3. وصافي هادو هما المكونات. بالنسبه للبنات اللي خدموا هكا بالطون ما فيش الزيت، غادي تضيفوا واحد شويه نتاع الزيت النباتيه، وتنضيف بياض بيضه، تنخلط كل شيء وتتكون الحشوه واجده. صراحه تجي من اروع الحشوات البنات، هكا تجي زوينه بنينه بنينه البنات، تعجب الدراري الصغار وحتى الكبار، واخا المكونات نتاعها بسط. صافي تناخذ هنايا الورقه الكبيره تنقطعها على 4، الورقه الكبيره نتاع البخار تنقطعها على 4. تناخذ الزيت النباتي، خدمت غير بالزيت، تندير لها شويه نتاع الملحه، شويه ثوم بودر، وشويه نتاع توابل السمك هكا باش تجيني الورقه بنينه. صافي تنبدا نجمع السيجار بالشكل العادي كيف ما تشوفوا. تنحط الحشوه. بالنسبه للحشوه راه تنصايبها كامله البنات في نفس القياس باش يجوني السيجار كاملين قياس واحد، ولا كعبروها كاع في الميزان باش تجيكم قياس واحد بالنسبه للبنات اللي تيبغيو ياخذوا لي كوموند. وتنحطها في جنبي وتنبدا تنعمر باش هكا تيسالي عليا. من بعد ما تنعمرهم، بالنسبه للبنات اللي يبغيو يحتفظوا بهم في المجمد راه تنديرهم في واحد البلاطو، تندخلهم المجمد حتى تيجمدوا، عاد باش تنجمعوهم في بواطات، بواطات بين كل صف وصف تنديروا بلاستيك الغذائي وتندخلوهم للمجمد. منين تنبغيو نطيبوهم راه مباشره من المجمد للفران البنات، مباشره من المجمد للفران. تندهنوهم وندخلوهم للفران تيكونوا مجمدين. انا هادو دخلتهم للفران صراحه، ما قليتهمش، اللي بغى يقليهم يقليهم. تيدخلوهم للمجمد مباشره من المجمد للمقله. صافي هذه هي طريقه الاحتفاظ البنات بالنسبه لهاد المملحات هادو في المجمد. حنت نسيت ما حطيت لكمش في الفيديو اللي قبل، نسيت ما حطيت لكمش طريقه الاحتفاظ في المجمد. سولوني عليها البنات في التعليق وتنقول لهم راه حطيتها في الفيديو، ولاني انا راه نسيت ما قلت لكمش كيفاش تحتفظوا بهم هكا في المجمد بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يخدموا تحضيرات مسبقه لشهر رمضان. هنايا غادي ندوزو لثالث اقتراح اللي هو بسيطلات مالحين وحلوين، تيجيو الصراحه زوينين. غادي نحتاجو نص دجاجه مغسوله مزيان ومسقطره، تنضيفوا عليها شويه البزار، شويه نتاع سكينجبير، وشويه الخرقوم، شويه نتاع الزعفران يكون حر، شويه نتاع الملحه. وترقدوا هاد الدجاجه مزيان في هاد المكونات هادو، وتنخليوها تشرب مزيان هاد التوابل هادو. بغيتو ترقدوها ليله قبل رقدوها ليله قبل البنات، بغيتو ترقدوها مباشره وطيبوها الا زربانين ماشي مشكل، ولكن الا مسالين رقدوها ليله قبل. تنضيفوا حتى شويه نتاع القرفه،
وتنرقدوها ونخليوها. تناخد منين رقدتها، تناخد واحد الكاسرونه تندير فيها ضرس نتاع البصله اولا راس نتاع البصله مخطط باش اللض رقيق، شويه نتاع السمن وشويه نتاع الزيت. صافي تنحط هذيك الدجيجه نتاعي تنشلل هذاك البيو فين خدمتها اولا ديك الزليفه فين خدمتها باش ما نضيعش دوك التوابل. تنمرقها بشويه نتاع الماء بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش يطيبوا الدجاج بلا ما، واللي تيعرفوا راه غيطيبوه بلا ما وتردو يطيب. تناخذ هنايا 250 غرام نتاع القرعه رابعه نتاع القرعه حمراء، تنحكها في الحكاكه غليظه كيف ما بان لكم. تنجيبها تنغسلها تنقي لها هذيك البلاصه الخضراء وتنحكها في الحكاكه الغليظه. الصراحه تيجيو زوينين هاد البسيطلات هادو، مالحين حلوين اللي تعجبوا الملح والحلو راه تيجيو رائعين البنات، والمكونات نتاعهم حتى هما راه ساهلين وبساط. صافي منين تنحكو ديك القريعه تنديرها في المقله، تنضيف عليها شويه نتاع السكر سنيده وشويه نتاع الزبده شويه نتاع الملح باش نهرس ديك البسوليه نتاع السكر سنيده. اللي عنده الكاسوناد غادي يخدم بالكاسوناد. بالنسبه للبنات اللي ما تيعرفوش راه هو داك السكر البني راه تيتباع تيعطيكم 10 دراهم 5 دراهم، اللي عنده غيخدم به من الافضل. انا ما لقيتوش عندي. صافي تردها تتشحر مزيان، من بعد تنضيف ليها شويه نتاع القرفه وكيس نتاع الزا زهر ونص كاس نتاع ما زهر، وتنضيف ليها تنضيف لها هكا واحد الحفينه نتاع المشماش مرطب في ما زهر ومقطع رقيق. بالنسبه للحفينه تقريبا واحد 150 غرام هكا تاع المشماش مقطع رقيق، تقريبا واحد 100 غرام 100 غرام بركه بالنسبه لنص الدجاجه. صافي تنشحرها مزيان حتى تتنشف من الماء. هذيك القرعه تنخليها على عافيه مهيله البنات مع التحريك المستمر. تنوقفوا حداها باش ما تحرقش لينا، خصوصا في هاد المقالين تاع لينوكس تيلصقوا الصراحه وتتحرقوا لهم دوك الجناب. ديما خصك الحكان. المهم حتى تتنشف وتتعلك هذيك الحشوه ما يبقاش فيها حس الماء. ها هي البنات بعد ما وجدت شوفوا كي معلكه وزوينه وناشفه. من بعد تناخذ شويه نتاع اللوز تنقيه من القشره نتاعو وتنحطو في واحد الطويوه وتنضيف ليه واحد شويه نتاع الزيت، تقريبا واحد المعلقه نتاع الزيت تندهنوا بها وتندخلوا الفران يتحمر باش نهرمشوه. بالنسبه لهنايا هو الدجاج تيطيب البنات راه طاب. غادي نحيدو وغادي نرد ديك المريقه حتى تعقد مزيان دائما مع التحريك المستمر فوق البوطه. من بعد تنضيف ليها شويه نتاع الكاسوناد اولا شويه نتاع العسل وشويه نتاع ما زهر والزا زهر وتنخليها حتى تتعقد هذيك البصله مزيان وتتصفى تتولي ديك الزويته هكا عقده من الفوق. هنايا اللوز راه هرمشتو، القرعه هي واجده، الدجاج خديتو وفرتتو، الدغميره ها هي البنات نشفات مزيان ديك البصيله وتعلكات وتنضيفوا لهم حتى واحد الحفينه نتاع القرقاع البنات مصهد في الفران ومنقي من القشره نتاعو باش ما يجيناش هكا مر. وتنضيفوا لها تنعرفوا القرقاع تيتواتا مزيان مع القرعه الحمراء. صافي تنحركوا جميع المكونات. هذه الحشوه راه ممكن تصايبوها بليله قبل تحتفظوا بها في الثلاجه حتى راه تلي عاد تعمروا المملحات نتاعكم. بالنسبه للبنات هكا اللي تيبغيو يقسموا الشغل عليهم. صافي انا نيت الصراحه بيني وبينكم راه طيب طاب بحال ما البارح عاد غدت ليه بديت تنعمر الصراحه تنقسم هكا الشغل. حنت الصحيحه على قلت الحلال البنات تنوقف غير شويه صافي ما نقولش لكم. المهم صافي هنا تنجيب الاطارات. بالنسبه للاطارات البنات اللي تيبغيو السنتيم تيقول لي مريم السنتيمات قداش راه 6 سنتيم البنات. وتنبدا بالطريقه العاديه اللي ديما تنعمروا بها البسطلات نتاعنا. بالنسبه للبنات اللي تيقول لي علاش تهضري هكا راه هذه هي هضرتي البنات والله ما تنتبعكك ولا تنغير الهضره نتاعي. راه هذه هي الهضره نتاعي طبيعيه. راه ماشي دابا معكم 3 سنين في اليوتيوب غنجي حتى لدابا وغنبدا نتبعكك ولا نبدل الهضره نتاعي. وإلا بدلت كاع الهضره نتاعي وتبعككت راه في واحد الفيديو غادي نخرج لكم طبيعيه. راه ما يمكنش راه هكا تنهضر تقبلوني هكا وصافي. حيت تيجوني بزاف نتاع التعاليق لا راه تتبعكي لا راه مالكي تهضري هكا لا ما عرفتش كي تنهضر والله ما عرفت. تقبلوني هكا خلقني الله سبحانه وتعالى هكا تنهضر.
ما عرفتش انا بعدا الهضره تاعتي تجيني طبيعيه. يقدر ثقيله، ويقدر انا كنت ثقيله في الهضره حيت ما كنتش تندخلت مع الناس بزاف، ما تنخرج، كان الوالد هكا صعيب، ما تندخلتش مع الناس، ما تنخرج، ما عندناش البنات في الدار غير الاولاد، تنبقى يقدر ساكته. كانت هضرتي ثقيله على هكا. الا رجعتوا للفيديوهات القدام راه كنت نهضر ثقيله، راه مازال دابا مع قوه الفيديوهات راه خفاف ليا اللسان، وليت تنجري وتنهضر دغيا، اما راه كانت هضرتي ثقيله بزاف. ايوا الحمد لله البنات. صافي المهم تنعمروا البسطلات نتاعنا. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ حتى هما بهم في المجمد، راه تناخذوهم تنديروهم في واحد البلاطو، تندخلوهم حتى تيجمدوا، وتنجمعوهم في بواطات بين كل تبقى البلاستيك الغذائي. منين تنجبدوهم نبيو نطيبوهم مباشره، ندهنوهم بزويته وندخلوهم للفران. اللي بغى يطيب هاد المملحات هادو نص طيبه عادي يحتفظ بهم، راه ممكن، كاينين جوج طرق نتاع على الاحتفاظ. تحتفظوا بهم هكا خضرين، اولا تشمعوهم. تيقولي شنو هي تشمعوهم؟ يطيبوهم نص طيبه، عاد دخلوهم المجمد البنات. عاد دخلوهم المجمد، منين تتبغيوهم راه تجبدوهم تتكملوا لهم الطياب. كاع الطرق ناجحين، وانا صراحه تنفضل الطريقه نتاع نص طيبه، تنفضلها الصراحه. هادو هما المملحات نتاعنا البنات. غادي ندخلهم انا يطيبوا في الفران، وغادي ندوزو لداك التاج اللي زينت به البسطيله. هنا تناخذ العجين تاع الشكلاط في اللون الابيض، وتناخذ العجين الشكلاط في اللون الاسود. هنا بالنسبه الا بغيتو تقدموا البسيطلات بالنسبه لهاد الشكل هذا البنات، ما تحطوه حتى تتبغيو تقدموا البسيطلات نتاعكم، حيت هذاك الشكلاط راه تيذوب. اللي بغى يقدموهم هكا بيبقاو في البلاطو شحال راه غيدوب لكم. غادي ديروا دوك الوريضات بالعجينه نتاع التمر هكا باش تجيكم تتبقى شاده راسها. صافي تنبدا نلصق في النوغا راه حاطه بزاف في القناه. خديت النوغا دايره، خدمتها بكاوكاو اولا باللوز، شوفوا نتوما باش غتخدموها، وتنلصق دوك الوريضات بالجناب، وتندير دوك العقيقات في الوسط. يعني تيعجبني نتفنن الصراحه في هادشي نتاع العقيق والبورد وداكشي. كان الحلم نتاعي نطلع خياطه والله. كان عزيز عليا البنات الطاخيات، ولكن كيف ما قلت لكم الوالد ما كانش تيخليني نتخلط مع الناس. ما كانش غيخليني لا نتعلم لا صنعه لا والو غير الدار. صافي تنمشي نهز دوك الجليبات نتاع الوالده، شي عباءات تيجيب لي العباءات عراض زعما تنشدهم تنقصهم غير بيديا، تردهم ايفازي. والجليبات نتاع الوالده مسكينه داكشي نتاع العقيق تنشدو تنحيد ليه داك العقيق وتنقطعوهم، وتنعاود نرد لهم العقيق نتاعي، تنفصلهم عليا. منين تجي تلبسهم تتلقى الجلابه ما تتبيش تنزل لها، تتقولي ما عرفت وين الجلابه تجي عليها. تنبقى ندير في عينيا وانا راه شادهم ناقصاهم، ومعاوده لهم الخياطه ما تتعيق مسكينه. قال لك اللي سدوا عليه باب مارت كي يقولوا لا زعما راه واخا تسدوا على بنادم راه غادي يخرج حلول غير في الدار. المهم البنات هنايا غادي ندوز الميني سميتو الميني بيتزا. غنحتاجو ليها نص كاس نتاع الحليب، ونص كاس تاع الماء يكونوا دافيين، شويه نتاع الخميره معجونه، شويه نتاع السكر، قريصه نتاع الملحه، شويه نتاع الزعتر، وشويه الثوم بودر. تنخلطوا كلشي مع بعضياتو. واحد 4 كاس نتاع الزيت، تنخلطوا كلشي مع بعضياتو هكا، وتنبداو نجمعوا بالطحين. العجين ما تيكونش قاصح وما تيكونش جاري ثاني بزاف. منين تنجمعوه تنديروه في واحد البانيو، تنخليوه حتى تيخمر ويتضاعف الحجم نتاعو، وتنجيبو تنرش بالطحين، وتنبدا نقطع بالقطاعه المربعه. بالنسبه للبنات اللي سولوني مريم منين تتقطعي ما تيرجعش لك العجين كيفاش حنا تيتجمع لينا، راه البنات منين انا تنطلقو هكا بالدلاك تنخليه واحد المده. شوفوا تنجمعو هكا، تنرش الطحين وتنبدا نجمع فيه بحال هكا، وتنخليه واحد المده حتى تراجع هذاك العجين. ها نتوما شوفوا تنخليه حتى تراجع عاد باش تندوز نقطعو، باش منين نقطعو ما يصغروش ليا
هادوك المربعات ولا الدوائر. فراه هذه هي الطريقه، ماشي كتلقوه بالدله كتبداو تتقطعوا فيه، غادي يتجمعوا لكم صافي. تنحطوهم في الطاوه اللي مدهونه بزويته ولا بزبيده. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي مريم احتفظتي بالعجين في المجمد، واش مين تجبديه كي تديري؟ لا، هي تنحتفظ به في المجمد. مين تنجبدوه البنات تنطلقوه بالطريقه العاديه وتنبدا نخدم به. يا اما تنخدم به هكا بيتزا كبيره، يا اما فرضيه راه ما تيوقع ليه والو يا البنات. صافي هنايا غادي نخدموا بيتزا تكون ماشي بيتزا العاديه بالصلصه طماطيش، غادي تكون بيضه ولكن تجي بنينه البنات. تناخذها تنسرح فيها الفرماج حمر محكوك مع الموتزاريلا. تندير واحد الفرشه هكا فوق البيتزا نتاعي. من بعد تناخذ البصله، البصله تكون كثيره البنات، تنقطعوها هكا شرائط طوال ورقاق وتنشحروها على عافيه مهيله مع زويته وشويه نتاع البزار وشويه الملحه حتى تتشحر وتنغطيو عليها باش هكا منين تطيب ماشي تتبقى تتكزز، لا تتعسل وتتجي زوينه وطيبه البنات. حيت كاين البنات اللي تطيبوا البصله دغيا هكا تيشحروها في عافيه مجهده تتبان لك مشحره وداكشي، ولكن منين تاكليها تتبقى تتغزز لك. فراه هذه هي الطريقه الصحيحه نتاع الشحر نتاع البصله البنات. دائما مهلوا عليها العافيه ومهلوا عليها العافيه غطيوها وخليوها طيب على خطرها حتى تكراميليزا. صافي من بعد ما تنفرش التفريشه نتاع الفرماج تنجيب ديك البصله اللي مشحره وتنبدا تنحطها هكا في وسط البيتزا نتاعي. هنايا راه مشى لي مقطع، انا صحابني طفيت الكاميرا وبقى شاعل هذا المقطع هذا تيدوز. المهم ومقطعني طويل الصراحه. المهم تناخذ ديك البصيله منين تعسلات وتنجيبها وتنحطها فوق هذيك البيتزا اللي عندي. غادي تقولي البيتزا ما فيها والو، ولكن صدقوني البنات تجي بنينه غير بالبصله وبالفرماج وبالطون. ممكن ديروا حتى المايونيز هكا، ديروا المايونيز من فوق البيتزا، ديروا واحد الفرشه نتاع المايونيز عاد باش تحطوا ديك البصله كراميليزي، عاد لا عاد باش تحطوا الفرماج، عاد باش تحطوا البصله. هنايا البنات تندير لها الطون وتندير ليها الفرماج من الفوق صافي تندخلها وتندير ليها هنايا ما غاديش ندير لها الزيتونه حتى تخرج من الفران وترش عليها رشيشه نتاع الزعتر. بالنسبه لطريقه الطهي نتاع البيتزا راه مهمه باش ما تنشفش لكم في الفران. تنشعلوا الفران حتى تيسخن مزيان، تندخلوها على عافيه اللي مجهده. غير واحد شويه البنات تتبان لينا بدات تذهب صافي تنخرجوها، ما تنشعلش عليها من الفوق غير لتحت صافي تنخرجوها. راه تتكون طيبه وتبقى لكم العجين طري وما تينشفش لكم في الفران. هنا تنسرح الطون فوقها. بالنسبه للطون الا كانت فيه الزيت هو باش تشحروا البنات ديك البصله باش تجيكم هكا بنينه. صافي وتنطيبها. الا بغيتو تحتفظوا بها راه غادي تحتفظوا بها في المجمد منين تجبدوها، راه تطيبوها هكا غير نص طيبه، غير تتشمعوها بحال اللي تتشمعوها وتجمعوها في بواطات تحتفظوا بها في المجمد. منين تتبغيوها راه تجبدوها ديريكت الاسميتو للفران وتتقدموها. بالنسبه للمملحات التوعيه هذا هو الشكل نتاعهم البنات. تنتمنى فعلا تجربوهم للكليان نتاعكم او لكم شي حاجه اللي زوينه. هادو هما الميني بسبوسه زينتهم بالفرماج الساندويتش، شويه نتاع المعدنوس، شويه نتاع الفلفله الحمراء مقطعه، شويه الزيتون كحل مقطع وكروفيتا مشحره هكا وشويه الفطر مشحر. هادشي باش زينتهم. بالنسبه للثمن تاع الميني بسبوسه البنات هو 7 دراهم. البسيطلات هما هادو البنات بعد ما زينتهم بهذاك التاج تيجيو شي حاجه اللي زوينه الصراحه. بالنسبه للثمن تاعهم حتى هما غير صغيورين، غير ميني بسيطلات ب7 دراهم. الميني بيتزا حتى هما هكا حيت تيكونوا هازين الطون والفرماج البنات الثمن تاعهم هو 3 دراهم ونص. بالنسبه للسيجار 7 دراهم الثمن تاعو تيكون ميني سيجار حتى هو تيجي الصراحه شي حاجه اللي زوينه. تنتمنى لكم فعلا البنات تجربوا هاد الاقتراحات هادو. ما تنسونيش من طبيعه الحال من الدعم بلايك بارطاج الفيديو. شكرا لكم على تعاليقكم الزوينه، على دعواتكم الزوينه البنات، وبصحتكم وراحتكم.